صباح الخير. حادثة جديدة وغريبة، بس طبعا مش غريبة على الصهاينة. رجل عنده 51 سنة في ولاية أريزونا، صهيوني، كاتب على رقبته وشم باللغة العبرية يهوه. يهوه يعني الله باللغة العبرية. خطف كاهن عنده 76 سنة وصلبه تشبها للسيد المسيح. صلبه وحط إكليل شوك فوق راسه، عذابات المسيح، وحط مسامير في ايده وقتله. وكان ناوي يعمل كده في 10 كهنة تانيين. ليه؟ لان هو يعتقد ان هو التوراة هو الدين الوحيد اللي موجود ومفيش اديان بعده، يعني لا توجد مسيحية اصلا ولا اسلامية. هو قالك احنا التوراة بس. وانا كمان اثناء التحقيقات بيقول ان هو مش ندمان على اللي عمله وعايز الاعدام بسرعة، يعني ما عندوش مشكلة اصلا في اي حاجة. ده عدم قبول الآخر. ده زيه زي الإرهابي اللي بيخش يفجر حزام ناسف في ناس ويعتقد إن بكده وسيلة أسرع لدخول الجنة. معتقدات غريبة جدا، وإرهابيين كتير في كل مكان. صباح الخير.